إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، إخواني الكرام، أخواتي الكريمات، هذه حلقة جديدة من برنامجكم راحة الأرواح، يقدمها لكم اليوم أخوكم في الله محمد بن خليفة الرباح، ويعتذر الأستاذ عادل لارتباطه ببرنامج مرئي في قناة ليبيا الوطنية، نسأل الله له التوفيق. حلقتنا اليوم سنتكلم فيها عن قضية مهمة جدا تتصل بديننا، ولا شك أن الأرواح لا ترتاح إلا بصلتها بالله سبحانه وتعالى. قضية الانقياد للدين. والذي دفعني لاختيار هذا الموضوع اليوم هو سؤال وردني من أخت كريمة جاءني عبر الإيميل، سألتني فيه عن ما يحصل بينها وبين بعض زميلاتها من نقاش حول أمور الدين. هذه الأخت تقول، أنا تتكلم عن نفسها، تقول عندي شيء من التقصير، لكن يعني أتناقش مع زميلاتي حول قضية الحجاب وبعض أمور الدين، فكانت تسمع من زميلاتها يعني أنهن يعني يقولن أنا مش مقتنع بالحجاب، أنا نرفض مثل الحجاب، أنا نرفض الشيء الفلاني، أنا مش مقتنع بالشيء الفلاني. وهي ذكرت أن أمور من ثوابت الدين توصف بمثل هذه الأوصاف أو يعبر عنها بمثل هذه العبارات. فلا شك أن هذا الأمر خطير، لأنه يتصل بقضية الانقياد للدين والاستسلام لله الذي هو أصل الإسلام، أصل دين الإسلام. قضية أن الإنسان يتكلم مثلا الربا. أنا التقيت ذات مرة مع أحد الأساتذة في مجال علم الاقتصاد، وهو من أصول، هو درزي، يعني إنسان ديانته درزية. فكان يقول أنا مش مقتنع أن نظام الزكاة نظام سليم أو صحيح، يقول أنا مش مقتنع، ويقول أن لابد من نظام الضرائب. يا أخواننا، قضايا الدين، الزكاة، الصوم، الحج، الصلاة، الحجاب، تحريم شرب الخمر، تحريم التبرج، تحريم الاختلاط، قضايا الدين التي جاءت صريحة في كتاب الله أو في سنة رسوله، لا يجوز لمسلم ولا ينبغي لمسلم أن يتردد في تبني ما جاء به الإسلام. هذا نحن نسميه الانقياد للدين، الاستسلام لله سبحانه وتعالى. لا يمكن أن يكون هناك إسلام إلا على ظهر التسليم والاستسلام. طبعا أنا بدأت في البرنامج، فاتني أن أذكر للإخوة والأخوات الكريمات المستمعات أرقام هواتف البرنامج، حتى يعني يمكن أن نتواصل معهم عبر اتصالاتهم. بالنسبة لأرقام الهواتف يعني 021 340 34 59. أعيد الرقم 021 340 34 59. الرقم الآخر 021 340 34 60. 021 340 34 60. هذه أرقام برنامج، لعل الإخوة والأخوات يتواصلوا معنا في برنامجنا هذا ليثروه. فنرجع لسبب أو الموضوع الذي نريد أن نتكلم عنه اليوم، قضية الانقياد للدين والاستسلام لله. كلمة الإسلام أيها الإخوة لا يمكن أن تثبت لأحد إلا إذا استسلم لله، يعني شك في عقله وفهمه إذا ما اعترض على شيء مما جاء به يعني كتاب ربنا أو جاء في سنة نبينا صلى الله عليه وسلم. يعني ينبغي أن يكون مبدأ من الأول صحيح. الإنسان مسلم يؤمن بأن الله خالق السماوات والأرضين، بأن الله أعلم من كل من سواه، أحكم من كل من سواه، أكبر، أعظم، أقوى، أقدر، كل صفات الكمال لله، وأن هذا الإله الذي لا يدانيه أحد، نحن البشر الضعفاء، يعني الفقراء المحتاجون العجزة، لا يمكن أن يعني نحن لا شيء، فالله سبحانه وتعالى لا شك أنه أكمل من كل من سواه، له الكمال التام. إذا كنا نحن نؤمن بهذا، ينبغي يعني أن نعيد الأمور إلى نصابها.
ينبغي لمن يتكلم في الدين أن ينتبه لخطر ما يتكلم فيه. هذه قضية مهمة جدا ينبغي أن ننبه عليها، ونحن في هذه الدار، دار الدنيا، دار العمل. غدا سننتقل إلى دار جزاء ليس فيه إلا جنة أو نار. لن ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل. الله سبحانه وتعالى يقول: إن الذين كفروا لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منهم ولهم عذاب أليم. وبالتالي الإنسان ينتفع بالذكرى والتنبيه الآن في الدنيا، يراجع الإنسان نفسه، إذا كان مخطئ يصحح مساره. فبالتالي أي إنسان ينتسب للإسلام، مجرد انتسابك للإسلام تقول أنا مسلم وتتبنى بالعموم تقول أنا والله دين الإسلام هذا هو ديني، هذا لا يكفي إلا إذا كنت في حقيقة الأمر كذلك. يعني مجرد الانتساب ربما ينجيك الآن في الدنيا، الناس تصفك بأنك مسلم باعتبارك أنك أنت انتسبت للإسلام وقلت أنا مسلم وقلت أشهد أن لا إله إلا الله وأنا محمد رسول الله. لكن لا ينفعك مع الله سبحانه وتعالى في الآخرة إذا كنت أنت على غير الإسلام في حقيقة الأمر. وبالتالي أي إنسان ينتسب للإسلام لابد أن يكون إسلامه صحيحا، ولا يكون إسلامه صحيحا إلا إذا تلقى كل ما جاء في الوحي من كتاب أو سنة، تلقاه بالتسليم والانقياد والإذعان والتعظيم والخضوع. هذا هو الإسلام. أما أن الإنسان العبد الفقير الضعيف العاجز الجاهل يجادل رب العالمين في الأخبار التي يخبر بها ربنا في كتابه، هذا لا يمكن أن يكون، يعني لا يستقيم. وبالتالي نحن اليوم سنتكلم عن قضية الانقياد، وكيف أن الإنسان ليس له الخيرة فيما اختاره الله. الله إذا اختار لنا شيء بأنه حلال أو حرام ينبغي لنا أن نخضع وأن نقبل ولا نجادل. يعني ما نأتي اليوم قضية تعدد النساء، ربنا يقول في كتابه الكريم: مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة. فنأتي نقول والله الآن مبدأ التعدد النساء هذا فيه نظر وما يجيش وما يصحش. يا أي إنسان يعني يشكك في شيء مما جاءت به الشريعة في كتاب الله أو على لسان رسول الله، هذا لا يكون مسلم. أي إنسان يتوقف عن قبول شيء مما جاءت به، بعض الناس يريد أن يصور يقول هذه ديكتاتورية. المصطلحات الآن، الشعارات الآن مرفوعة ديكتاتورية ومش عارف وصاية على الدين وغير ذلك، هذه شعارات توضع في كثير من الأحيان في غير محلها، لأن المبدأ اللي احنا اجتمعنا حوله هو الإيمان بأن الله هو الخالق وأنه الإله. إذا كنا احنا اجتمعنا على هذا الأمر، يعني الآن اللي بيناقشنا وبيحاورنا نقول أنت مسلم أو غير مسلم. إذا كنت مسلم واحد من أمرين: إما أنك أنت زينا وتؤمن بأن الله هو الإله وبالتالي هذا القرآن كلامه وبالتالي كل ما فيه حق. أما أن تقول والله أنا مسلم ولا تحسبوني مسلم ولكن أنا بناخذ من القرآن شنبي ورد شنبي، هذا ما هوش إسلام. اللي يقول هذا الكلام ويظن روحه مسلم هذا يعني يتهيأ. وبالتالي لا يثبت الإسلام يا أخواننا إلا بالتسليم، أن يسلم الإنسان أن كل ما جاء في كتاب الله حق، وأن هذه النصوص الواردة في القرآن يعني تمثل الحق المحض الذي لا خطأ فيه. لو إنسان اعتقد أن في القرآن أو في السنة شيء من الخطأ أو خلل أو قصور فهذا يراجع نفسه، هذا ما هوش إسلام هذا. وبالتالي لابد من تصحيح المسار أيها الإخوة. نجد مثلا الآن قوله تعالى ونحن نقرر قضية الانقياد، أو قبل أن نذكر الآية يا أخواننا كلمة قالها الإمام الشاطبي وهو من أئمة المالكية من علماء الأندلس التي كانت منارة العلم والحضارة لما كانت أوروبا يعني في مستنقعات العفن والجهل والتأخر. المهم الشاطبي أبو إسحاق الشاطبي الإمام المالكي المعروف كان يقول كلمة عظيمة جدا، يقول المقصد من إنزال الكتب والشرائع وإرسال الرسل، المقصد من الديانات هو، تأملوا معي إخواني الكرام، المقصد هو إخراج الإنسان عن كونه عبدا لله بالاضطرار إلى كونه عبدا لله بالاختيار. يعني أنت الله خلقك، الإنسان الآن عنده عضلات إرادية ولا إرادية، وعنده اختيار
الله خلقه باختياره. لماذا؟ ليختار العبد بنفسه عبودية الله، ليكون عبدا لله بالاختيار. الله قادر أن يخلقنا على صفة أخرى غير الصفة اللي احنا عليها الآن. ربما زي ما احنا الآن الإنسان الآدمي لا يستطيع أن يعيش إلا بالتنفس، شهيق وزفير، كذلك الله رب العالمين قادر على أن يخلقنا محتاجين للتسبيح. متى انقطعنا عن التسبيح نموت، يكون التسبيح كالنفس، بدل ما نفس هذا يبدأ الإنسان التسبيح والذكر. فهكذا سيكون العبد يعني الإنسان عبدا لله بالاضطرار. يعني الأمر لا إرادي، لا يستطيع أن ينقطع يموت. لكن الله سبحانه وتعالى خلقنا على هذه الصفة اللي نحن عليها الآن، وخلق فينا اختيارا، وأرادنا أن نعبده باختيارنا. فإذا هذه الشرائع أنزلها الله وخير الناس. الله سبحانه وتعالى قال لمن شاء منكم أن يستقيم. ربي ما اجبرش الناس بمعنى أنه هو خلقهم على صفة لا يكونوا إلا مسلمين، لا، أعطى الإنسان عقل وأعطاه اختيار. أعطاه اختيار من ناحية الخلقة، من ناحية الخلقة، لكن من حيث الأمر أمره الله رب العالمين أن يسلم وأن يؤمن وأن يطيع الله وأن يطيع رسوله، وليس له الخروج عن طاعة الله. وبالتالي قضية الشعارات الآن المرفوعة اليوم، الرأي والرأي الآخر، ولا هذه ديكتاتورية ولا هذه وصاية وغير ذلك، تستخدم في غير محلها كثيرا. صحيح فيه رأي ورأي آخر في القضايا الغير منصوص عليها في الشريعة. ما نجيش نقول رأي ورأي الآخر في قضية الربا، رأي ورأي الآخر في قضية الخمر، رأي الآخر في تحريم الزنا، رأي ورأي الآخر في التبرج. هذا مش رأي. تجيني وتقول لي أخت منتسبة للإسلام، تقول لي أنا والله مانيش مقتنع بالحجاب. مش مقتنع بالحجاب، يعني أنت تعتقدي أن لك أن تلبسي ما تشائين وأنك غير مكلفة، راجعي روحك، راجعي إسلامك. هذا كلام ينبغي أن يقال، وهذه معاني لابد من تصحيحها، وهذه أمور لابد من بيانها. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. الله سبحانه وتعالى يقول: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. رب يقول ليس لهم الخيرة من أمرهم. وما كان لمؤمن، المؤمن اللي عنده إيمان. أما اللي يقول أني عندي خيرة هذا شكله ما هوش مؤمن، يمشي يشوف روحه. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. وبالتالي ما كان لهم الخيرة، كما يقول رب العالمين ما كان لهم الخيرة. قضية الاختيار هذه في غير المنصوص عليه. في الأمور المباحة اختار ما شئت. تبي تشرب عصير عنب، تبي تشرب عصير تفاح، تبي تاكل فاكهة، تبي تمشي تتنزه، تبي الأمور مباحة، افعل ما شئت. في الأمور اللي هي مش منصوص عليها أو ربما اختلف فيها العلماء، اختار أنت بحسب الضوابط العلمية اللي تعرفها. لكن الأمور المنصوص عليها، المجمع عليها، المتفق عليها، هذه ليس لأحد الخيرة فيها. لذلك نحن الآن في هذا الوقت أيها الإخوة في ليبيا الحرة، في ليبيا الجديدة، نحن أحوج ما نكون إلى ضبط الدين. لا نريد من الناس أن يخلطوا. وبالتالي قضية ثوابت الإسلام والمتفق عليه هذا ينبغي أن يتميز. لأن بعض الناس الآن، احنا عندنا الآن في مجتمعنا يوجد الناس نستطيع أن نقسمهم إلى 3 فئات بالعموم، يعني وإلا يعني ممكن التقسيم يقبل أن يكون أكثر من ذلك، لكن بالعموم نقول 3 أقسام. قسم من الليبيين هم عندهم غلو في دينهم وتنطع، وعندهم تصرفات، يعني هم ربما مظهرهم مظهر ديني، وعندهم تصرفات ربما تسيء إلى الدين. هذا صنف من الناس، هذا موجود واقع ما يجوز حد ينكره. صنف من الناس تستغل في أخطاء هؤلاء اللي عندهم غلو، وهي أصلا منسلخة عن الدين، هي في أصلها رافضة للدين، ما عندهاش تدين، هي على معصية وعلى فسوق وعلى مجون وتحارب في الدين. فبالتالي تستغل في أخطاء هؤلاء لمحاربة الثوابت الدينية. والقسم الثالث من الليبيين وهم أكثر الشعب، هم محبون لدينهم على الفطرة، عندهم نوعا ما اعتدال، وبالتالي هذا حال أكثر الشعب. نحن لا نريد
لهذا الطرف اللي عنده غلو وتنطع في الدين، متعصب ويتنطع في تبنيه للأقوال، ولا للطرف الآخر اللي عنده تحلل وانسلاخ من الدين. لا نريد لهذين الطرفين أن يطغيا على مجتمعنا الطيب. ينبغي أن يبقى عامة الليبيين على ما هم عليه من الفطرة والدين والاحترام للدين. أما أن يأتي طرف من هذين الطرفين يستغل هذا الطرف اللي عنده تنطع غلو، يقولوا شوفوا هذوكم الناس اللي عندهم انسلاخ من دينهم، ويبدأ يروج في غلوه وتنطعه. أو اللي عنده انسلاخ في دينه يقولوا شوفوا هذول المتنطعين، هذا مديرين ويصيع الدين، هذا مصفتهم كذا، ويبدو هم يشككوا في ثوابت الدين. مش بلغ، يعني الآن قرأنا مقالات لبعضهم من المنسلخين عن الدين هذوما. يعني الآن شوفوا عزة الإسلام يا أخواننا بالله. من عزة الإسلام والدين أن الإسلام دين عزيز، أجبر حتى خصومه أن ينافقوا، أجبرهم على النفاق. بوش في لما جاء بيهجم على العراق بعد انهيار برجي التجارة بهذاك الحادث الذي حصل، بوش ندير مشى لواحد من المساجد وزار المسلمين وأرسل رسالة للمسلمين بهذه الزيارة، وقرأ قوله تعالى: وإن جنحوا للسلم فاجنح لها. يعني حتى طغاة العالم يهابون الإسلام، يهابون المسلمين. الآن النفاق كان موجود في عهد النبي. المنافقون هم عبارة عن خصوم للدين لكن جبناء، وبالتالي هذا النوع من الخصوم لدين الإسلام وهم المنافقون، هذا موجودين في كل مجتمع، لا يمكن أن يخلو منهم مجتمع. في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان هناك منافقون، كان عبد الله بن أبي بن سلول وغيرهم. وبالتالي حتى الله سبحانه وتعالى، يعني حتى لو تأملنا في سورة التوبة التي تسمى بالفاضحة، شوفوا كيف أن الله سبحانه وتعالى ذكر حال بعض الناس المنتسبين للدين واللي جو يترددوا على النبي صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى: لا يستأذنك، يخاطب نبيه يا محمد، يعني لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم والله عليم بالمتقين. من هم اللي يستأذنوا في ترك الواجب الذي أوجبه الله عليهم. الله أوجب عليهم القتال في سبيل الله، فهم يجوا يستأذنوا في النبي، ما يبوش يقاتلوا، ما يبوش يفعلوا هذا الواجب. المقصود به الواجب، سواء كان قتال، بر والدين، صلاة، زكاة، صوم، الواجب. فبالتالي لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر، ما يستأذنوش من فعل الواجب والله عليم بالمتقين. إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون. إخواني الكرام، تأملوا معي، من هو اللي بيجي بيستأذن النبي في القتال إنه ما يقدرش يمشي، بيقول أنا عندي عذر، وأنا عندي زوجتي مريضة، ولا أنا مش عارف كذا، ويحاول أنه يكذب على النبي بحيث ما يمشيش القتال، واللي ربي يفتحهم في هذه الآية. ما همش الكفار الأصليين، ما همش اليهود اللي كانوا في المدينة، ما همش المشركين اللي كانوا في المدينة، وإنما هم المنتسبين للإسلام. وبالتالي كانت هذه الفئة موجودة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وكانوا يحاولوا ينسلخوا من الدين ومن الواجبات بعدة معاذير. ومنهم من يقول ذلي ولا تفتني ألا في الفتنة سقطوا، ومنهم من يلمزك في الصدقات فإن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها سخطوا. المهم النصوص في سورة التوبة ساقت لنا نماذج وصور كثيرة للمنافقين. وبالتالي احنا رانا في مجتمعنا الآن هناك ناس هم خصوم للدين، أعداء للدين، لكنهم جبناء، ما يقدروش يحاربوا الدين بشكل صريح. شو يقولوا للناس: والله احنا نحاربوا في هذوكم المتنطعين، هذوكم المتطرفين. وشو يديروا؟ يبدو ينالوا من ثوابت الإسلام. احنا شنو نقول لهم؟ صح هذوكم متطرفين واحنا مش معاهم، وهذوكم مخطئين، لكن أنتم ليس لكم أن تستغلوا أخطاء أولئك في النيل من ثوابت الإسلام. هذه قضية لابد أن نضعها في أذهاننا وأن ننتبه لها. وبالتالي إما أن نجتمع على الإسلام ونؤمن بكل ما جاء به رب العالمين في كتابه، وإما أن تكون الأمور واضحة، ما يبداش يعني نسمح نحن. يا أخواننا الآن لو الإنسان عنده شركة، عنده مصنع، بيرد باله من شنو؟ بيرد باله إذا كان نقول إحنا مثلا محل غذائية ولا سوق غذائية عنده عمال يشتغلوا داخل، لما هو بيحافظ على عمله هذا وباش ينجح وباش يكسب وباش يربح، شنو بيدير؟ بيحاول إنه هو يدير باله من الزبائن اللي يجوا يخشوا للسوق ممكن يخنبوا، وأيضا وبرضو بيدير باله من العمال اللي داخل،
العمال يشتغلوا داخل، ربما هذوكم الخين بتجي من جهتهم هم. فإحنا الآن كمسلمين هذا الدين الإسلام، هذه المؤسسة نبغى نحافظ عليها من العدو الصريح اللي يجي من برا ومن العدو الداخلي. إذا إحنا سيبنا العدو الداخلي وجينا قلنا رفعنا الشعار اللي بعض الناس يعني يحب ديما يطرحه، لا إحنا اللي بين كنا أمورنا تمام، وإحنا اللي بين كنا أمورنا مستفة، وإحنا اللي بين كنا مسلمين 100%، ما فيش حد ضد الدين، هذا كلام غير مقبول، هذا خداع، هذا تدجيل. لأن النفاق موجود في عهد النبي والوحي ينزل. كيف بينجو منا مجتمع؟ لا ينجو مجتمع من منافقين. إذا حاليا علينا أن ننتبه لديننا وأن نحذر. الآن الحرب على الدين، حرب الإسلام، الحرب على الإسلام، ينبغي للناس أن يفطنوا لشيء، وهو أن الحرب على الدين قديما في الخمسينات أو الأربعينات أو الثلاثينات، يعني الحكاية قديمة، نظرية قديمة، كانوا يجوا العدو يجيك بدبابات ومدافع. الآن تطور العالم، احنا في 2012، الآن العدو يجيك بالفكر. الآن ننسوها قصة الأسلحة، لأن ذيك أمر مكلف، بيبعتوا صغارهم أو بيجندوا ناس باش يقاتلوا وبيدفعوا أموال ويقعدوا وهكذا، وردود أفعال من داخل بلدانهم، ليش تقاتلوا في الناس، ليش كذا. الآن سحبوا لا، لاحظوا أنت الاستعمار الغربي كله، البرتغال كانت دولة استعمارية، فرنسا، إسبانيا، إيطاليا، بريطانيا، أمريكا، كلهم دول استعمارية. شو اللي خلاهم اقتنعوا كلهم وسحبوا معاش يبوا يستعمروا؟ يعني تابوا، اهتدوا. يا أخواننا لابد تكون عندنا يعني إنسان يشغل عقله. هؤلاء اتفقوا على أن الوسيلة لحرب الإسلام والمسلمين بدت معاش تنفع بالسلاح. الآن حرب فكرية، وبالتالي لابد أن ننتبه نحن للمذاهب الفكرية، لأن هذه تمثل الأسلحة الجديدة. الآن أذكر قبل فترة قرأت لمفكر أو واحد صاحب توجه كويتي، هو موش ليبي، ينتمي لفكر معين أو مذهب معين، أنا بيش نذكر أسماء الآن. يقول للناس، الفكر الذي ينتمي إليه طبعا فكر يتبنى الحرية بزيادة، يعني نقولوا يبالغ في الحرية، والحرية في كل شيء، وحرية الرأي وحرية المهم. فشين يقول ينبغي للمواطن العربي أن يزيل من عقله فكرة التحرير والمقاومة والتصدي للعدو. يقول هذه زي ما نقول احنا هذا تفكير متخلف. شوفوا لاحظوا كيف ان هم يحاربوا حتى في يعني الآن يبوا المجتمعات المسلمة تعيش مسلوبة العداء للغرب، بينما الغرب يعني يتسلح ويتسارع في التسليح ويتصارع في التسليح أيضا، يتسارع ويتصارع. الغرب الآن والشرق، كوريا من جهة، والصين من جهة، والروسيا من جهة، والغرب بكامله أوروبا وأمريكا وغيرها من جهة، العالم كله يتسلح ويتفنن في التسليح، إلا المسلمين ممنوع عليهم أنهم يتسلحوا، إلا أنهم يشروا سلاح من هذيك الدول. وبالتالي الآن باش هم يأكدوا قضية هزيمتك أنت ولتبقى دائما تحت الكندرة أنت، يجيبوا لك المذهب الفكري هذا اللي يدعوك إلى أنك أنت تنبطح للأفكار والمذاهب الغربية، وحتى أن يسلبوك حتى غيرتك وولائك وبراءك، ولائك لدينك. الإنسان طبعا في شيء اسمه الولاء والبراء في الدين. الولاء والبراء في الدين يعني محبة الدين، مناصرة الدين، محبة الله، نصرة الله، محبة الرسول، نصرة الرسول. هذه يا إخواننا اسمها الولاء. هذه لا يمكن أن يكون هناك إسلام بدونها. يعني أنت تقول أنا مسلم وما عندكش محبة لدينك ومناصرة لدينك، ما عندكش محبة لنبيك ومناصرة لنبيك، ما عندكش محبة لله ومناصرة لله، هذا أنت ماكش مسلم. إذا أنت ما عندكش محبة ونصرة لدينك، ما عندكش ولاء، أنت ماكش مسلم. في المقابل إذا ما عندكش أنت براءة، يعني براءة يعني بغض، يعني عداوة لأعداء الدين، لخصوم الدين، للكفار، للملحدين، لليهود، للنصارى، فأنت ماكش مسلم. لا يمكن أن يكون مسلم ما يكرهش وما يبغضش، يعني بالمبدأ العام الديانة اليهودية والنصرانية والأديان الباطلة. لابد الإنسان ما يتمش إسلامه ولا يكون مسلم إلا إذا أحب الإسلام وأبغض ما سواه. هذا أصيل في الإسلام، يسمى الولاء والبراء. وبالتالي نحن الآن في هذا الوقت يا أخواننا نعيش
سياسة خطيرة ينتهجها عدونا، ألا وهي تفريغ الإسلام من محتواه. يقولك خليه، تعال أقول الإسلام دين كويس وإحنا ما نش ضد الإسلام. هذه لهجة العدو، لهجة العدو الخارجي والعدو الداخلي اللي هو المنافقين اللي بيناتنا. المنافقين اللي يحاربوا في الدين لكن هم جبناء ما يقدروش يقولوا إحنا ضد الدين. هذا من الزوز لهجتهم شنية؟ لهجتهم الإبقاء على الإسلام بالاسم. الإسلام الإسلام دين عظيم، كيف محمد رجل عبقري، القرآن هذا كتاب عظيم، باهي اللي جاء به القرآن الحلال والحرام والأمر والنهي وحقيقة الدين هذا كله مرفوض. وبالتالي يعني نابليون بونابرت لما جاء لمصر من الأشياء اللي دارها بدأ يحاول أنه هو الأشياء الشكلية في الإسلام اللي هي بعض الاحتفالات، احتفال يجي يشاركهم الاحتفال، يقولوا والله هذا نابليون رجل طيب أو جاي حاضر معنا المولد. المهم يعني الغرب يعني يحارب الإسلام بطريقة ذكية وماكرة، كما أنه يتفنن في العلوم المادية وهو أبدع صراحة، هذه نشهد بها لا نشك في ذلك. ونحن تخلفنا والله المستعان بسبب فشل أبنائنا. يعني الآن هل بالله عليكم اللي متطورين في المجتمعات العربية هم اللي ما عندهمش دين والمتخلفين هم اللي عندهم دين، ولا المجتمعات العربية كلها متخلفة؟ الشاهد قضية محاربة الدين الآن تغيرت يا إخواننا، معاش فيه الطريقة الأولى ذيك البدوية المتخلفة، ابدت في طريقة متطورة، حرب فكرية يفرغوا الإسلام من محتواه الآن. لذلك لعلي تذكرت الآن تقرير أمريكي صدر عن مؤسسة تراند اللي يسموا فيه تقرير 2007. هذا تكلم قسم المجتمعات العربية المسلمة، المجتمعات المسلمة مش نقول العربية احنا لأن هذه المجتمعات فيها العرب وغيرهم وكلهم مسلمين إن شاء الله أو أغلبهم مسلمين. هذه المجتمعات المسلمة قسمها الغرب في تقرير راند. مؤسسة راند هذه مؤسسة أمريكية، هذه مؤسسة استخباراتية مقرها وللأسف في قطر، تكتب تقارير في كل 3 سنوات. مؤسسة راند كتبت تقرير قسمت فيه المجتمعات المسلمة إلى 3 فئات، كل مجتمع مسلم ينقسم إلى 3 فئات: متطرفين، معتدلين، متشددين. يعني هذه الخلاصة اللي طلعت بها المؤسسة بناء على الخطوات الاستخباراتية اللي درتها، إن أراه المجتمعات التي تنقسم إلى ناس متطرفة تحمل السلاح وترى بالقتل وكذا، ناس متشددة يعني عندها تمسك بدينها وعندها شيء من التشدد، وناس معتدلة. نبو احنا اللي يهمنا الآن في التقرير هو من هو المعتدل في وجهة نظر الأمريكان، في وجهة نظر الغرب، في وجهة نظر الآخر الغير مسلم الكافر. في وجهة نظرهم المعتدل هو الذي يرى بعزل الشريعة في قضية الحكم، يرى بالمساواة التامة بين الرجل والمرأة، يرى بتولية غير المسلم. يعني أنت لابد بتكون حتى تكون معتدل عند الغرب لابد أنت تكون مقتنع بأنه يجوز ومن السائغ ومن الطبيعي واللائق أن يكون رئيس لليبيا شخص كافر ما هوش مسلم. إذا أنت كنت في اعتقادك وفي تفكيرك وفي مذهبك وفي قناعتك أن رئيس ليبيا لابد يكون مسلم، معناها أنت متشدد. حتى تكون معتدل لابد تقبل أن يكون رئيس الدولة إذا هم شنو يقولوا الدول التي فيها أقلية كافرة وهي عامتها مسلمين، إذا اقتنع الإنسان بأن الأقلية الكافرة هذه لها لأحد من هؤلاء الأقلية اللي هم كفار أن يحكم بلاد المسلمين فأنت معتدل. يعني فإذا المعتدل هو الذي يرى، أيضا ذكروا قصة حرية المرأة وأن المرأة حرة في اختيار الصاحب والصديق مش الزوج. إذا هذا المعتدل في الفكر الغربي، قالوا هذا موجود في الشعوب المسلمة وهذا هم المعتدلين. إذا الآن هذا الإسلام المعتدل حسب رؤية أمريكا. إذا الآن يا إخواننا قضية يعني الكلام عن الإسلام والدين، يعني من يعادي ما يجيش بالصريح يقول كراه الإسلام دين باطل،
يجيب لك أشياء ما لهاش علاقة بالدين يقول لك هذا هو الإسلام المعتدل. فلا بد أن ننتبه وأن يعني نكون يعني على فطنة ولا تغيب علينا هذه الأمور، وبالتالي لا نفتح المجال لأعداء الدين أن ينالوا من الدين. قضية الثوابت، ثوابت الإسلام، هذه الأخت التي أرسلت إلي الإيميل يعني اعترفت بأن عندها تقصير، نسأل الله أن يعني يعفو عنها وأن يعني أن يصلح من حالها وأن يوفقها وأن يبارك فيها، لكن عندها دين. رفضت تلك العبارات من صاحباتها وزميلاتها، أنا مش مقتنعة بالحجاب، أنا نرفض الحجاب، أنا كذا. هذا يا إخواننا غير مقبول. الحجاب فرضه الله رب العالمين، وهذا أمر واجب باتفاق المذاهب كلها، هذا من دين الإسلام. فإما أن يكون الإنسان مسلم ويتبنى كل ما فيه، وإما أن يقول أنا مانيش مسلم، أنا مش نقبل الدين هذا بروحه. أما أن يؤمن الإنسان أتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، هذا غير مقبول. وبالتالي لابد أن نصحح إسلامنا، نصحح ديننا، لابد أن نصحح مسارنا، لابد أن نصحح مفاهيمنا، يعني ما نخلوش المجال يعني مفتوح حتى تأتينا الأفكار والمذاهب الهدامة وتغزو بلادنا. احنا الآن نعرف أن الغرب معترف اعتراف تام بأن الحضارة الغربية الموجودة هي حضارة في الجانب المادي، في الجانب العلوم التجريبية المادية التطبيقية. أما في مجال الروحانيات، ما يسمونه بالروحانيات والأخلاق والقيم، فالغرب متخلف جدا. عندنا شهادات كثيرة سقناها نحن في حلقات مضت عن يعني أرباب الفكر الغربي، وعن يعني علماء الاجتماع عندهم ومن مؤرخيهم ومفكريهم، قالوا نحن نعيش لحظات الليل الطويل، وعبارات كثيرة ذكرناها نحن عنهم تدل على أنهم معترفون. يا إخواننا، ما عند الغرب من حضارة أمر لا ينكره عاقل، لكنها حضارة في أي جانب؟ في الجانب المادي، في الجانب المحسوس، العلوم التجريبية التطبيقية هذه. أما في الجانب الروحي الأخلاقي السلوكي الاجتماعي يعني القيمي، فعندهم تخلف باعتراف أساتذتهم وكبارهم. وبالتالي إذا نحن نستفيد من الثقافة الغربية في المجال اللي هم نجحوا فيه ونحذر المجال الآخر. أما من يريد أن يأتينا ببعض المذاهب الغربية يريد أن يفرضها في البلاد ويستخدم شعارات الرأي والرأي الآخر، لا، ما فيش رأي ورأي الآخر في شيء يصادم الإسلام أبدا، هذا غير مقبول. ينبغي ألا يحلم أي إنسان بأنه يريد أن يفرض مذهب مصادم للدين تحت هذا الشعار. لذلك أنا قلت لكم أنهم جبناء لا يستطيعون يعني التصريح بمحاربة الدين، يعني يتحايلون حيلة. أنا أذكر لكم الآن بعض الأشياء اللي قرأتها لكتاب ليبيين في صفحات الإنترنت تعجبون منها. قرأت لأحدهم مقال عنوانه هكذا، يقول: من 10 المبشرين بالجنة إلى الضباط الوحدويين الأحرار. يعني المقال يعني كأنه مش كأنه يصرح بأن هذه كلها خزعبلات، زي ما قضية الضباط الوحدويين الأحرار كذوبة أو خزعبلات أو كذا، فلو حتى هي زيها 10 المبشرين بالجنة. يعني هذا الإنسان ما هوش مصدق بما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم من أن ثمة 10 من صحابة رسول الله قد بشرهم الله بالجنة. هو لا يؤمن بذلك، لا يعتقد ذلك، مع أن هذه القضية هي محل قبول وتسليم عند عامة الليبيين وغير الليبيين من المسلمين، أهل السنة والجماعة، المالكية، الشافعية، الحنابلة، الأحناف. عندنا اتصال، لعلنا نأخذ اتصال. تفضل. نعم، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا شيخنا، شن حالك؟ طيب إن شاء الله. الله يسلمك، بارك الله فيك أخي الكريم. شن أخباركم؟ طيب. بالله الموضوع اللي تكلم فيه حساس وحساس جدا جدا، لأن ليبيا في مفترق طرق. ولكن أغلب الناس اللي حيصوتوا لليبيا في الرئاسة وفي غيرها في هذا الموضوع الجاي إن شاء الله يعني ما عندهمش دراية بالتفاصيل. فأنا حبذا لو يتم الحديث مباشرة عن أشخاص انتوا أهل العلم وأهل أمثال الشيخ صادق الغرياني بارك الله فيه وجزاه خير، وحمزة أبو فارس بارك الله فيهم. هادو يجب أن يبحثوا عن الأشخاص وعلنا نكتب. لا يجوز يا شيخ، هل يجوز أنه نعطوا صوتنا لمحمود جبريل ولا لا؟ أنت يا شيخ أعلم بمنا بالبحث على موضوعه وأهدافه. أخي كريم، حتى مثلا
تتكلم أخي الكريم تسمع فيه أخي الكريم تسمعني؟ نعم. احنا الآن أخي الكريم في هذه الحلقة تكلمنا عن مبدأ الانقياد للشريعة ومثلنا ببعض الخروقات والمخالفات الشرعية اللي تحصل وبعض المفاهيم الخاطئة والمغلوطة. لا نريد في هذه الحلقة يعني لأن احنا صراحة عانينا كثيرا من الإشكال حول الأشخاص. احنا عندنا مبادئ وعندنا يعني أفكار وعندنا مذاهب نريد أن نتعرض لها بشكل واضح ونعالجها ونناقشها، لأن ذكر الأشخاص قد يشخصن الموضوع عند بعض الناس فتفوت عليه الفائدة. قضية أن احنا نذكر أشخاص، أنا الآن شخصيا لست ضد شخص محمود جبريل ولا غيره معي، ولا احنا اللي يهمنا الأشخاص، والله يعني هذم بشر زينا زيهم، لهم وعليهم وعندهم حقوق وعليهم أشياء، هذا ما يختلفوش فيه عامة الناس. لكن احنا قضيتنا الآن قضية الانقياد للدين وما يحصل من بعض الناس من الانفلات والتطاول على الشريعة. لأن احنا شو قلنا بكريك أن فيه مبدأ يستغل فيه المنسلخون عن الدين المتحللون عن الدين. أما قضية الأشخاص هذه والتصويت وكذا احنا تو الآن يعني موضوع ناقشه في موضوع علمي شرعي ونبغى نصحه مفاهيم لبعض الناس. ربما قضية الطرف الثاني اللي يقول ينسلخون عن الدين يلبسوا على أهل الناس. معقولة شيخ يجي يقول معقولة في دولة تصلي وتزكي هيك وتصيم ويركع ويدير بيديه هيك تركع دولة معناها دين الدولة ليس لها دين؟ ليت التلبيس اللي لبس. لا قضية الدين، شوف أنت أخي كريم، قضية الدين الدولة عندها دين وما عندهاش دين. أنا أريد أن أذكر نقطة مهمة جدا ينبغي أن يعيها المستمع. بالله عليك نتنياهو يرفع فراسه فوق ويرفع في أنفه وما ينبغي له أن يرفع رأسه ويقول إسرائيل دولة يهودية. كل اليهود كل اليهود يقولوا إسرائيل دولة يهودية. احنا الآن يرسموننا في خط وفي طريق يبونا بعد 50 سنة صغارنا يتلاقوا مع صغار اليهود في منتزه في شرم الشيخ في مش عارف وين في جزر الكناري، يقولوا لهم راهو احنا اليهود يراك يقول أنا من إسرائيل وهذه دولتنا يهودية. الليبي يقول أنا من ليبيا الدولة اللي ما عندهاش دين. يعني شوف المقارنة، شوف حتى معلش انا نقاطع كلامك. اذا احنا نشوفوا في تونس في مصر بجنبنا فيه بارات وفيه ما جاش في يوم وليله نحط صوره، ما جاش في يوم. انت تعرف شو صاير في تونس توا 20 سنه فمعناها هذا جاي ليبيا جاي للشيوال لو تم هيك مسكتنا احنا الناس. انت تعرف شو صاير في تونس اخونا كريم؟ اللي صاير في تونس توا تونسي رسم رسوم مسيئة للنبي صلى الله عليه وسلم. اللي كان صاير في هولندا انتقل في تونس. وانا نتكلم الآن في هذا الموضوع ننبه الليبيين لهذا الخطر القادم المحدق اللي هاجم على ليبيا. الآن في شخصيات كثيرة ومن ضمنها في المؤتمر الوطني شخصيات منسلخة عن الدين تحارب في الدين. لابد أن نضع الأمور في نصابها. احنا تعرف شنو اللي ضيعنا سامحني بعض الناس اللي تعاملوا في يعني أو باسم الدين أو تكلموا باسم الدين أو كذا وأساءوا، فاستغل هؤلاء المنسلخون للدين تلك الأخطاء وحاولوا يستميلوا الشعب معهم. فإحنا الآن لابد أن نضع الأمور في نصابها. الإسلام واضح، الإسلام واضح. ونجحوا فيه قدامنا، احنا نجحوا بشكل غير عادي، استغلوا. والناس زي ما قلت لك الناس راه جاهلين. احنا في ليبيا معلش جاهلين من ناحية مش تعليمهم، من ناحية الأحزاب وغيرها والأهداف نتاع الأحزاب وأصلها وكذا كذا. فنشوفوا فين جاء. فخايف أنا غضوة يوم غضوة لما يرشح فلان نفسه وهو منسلخ عن الدين ويلبس على الناس حياخذ زي ما خداه في المؤتمر الوطني. لا شوف أخي الكريم، شوف احنا الآن أشخاص هل يجوز أن نعطوا لفلان صوتنا ولا لا يا شيخ؟ أخي الكريم اسمعني يا أخي الكريم، احنا الآن القضية اللي بيننا وبين الناس دين، أن الناس ترجع لدينها، أنهم يصوتوا لفلان فلتان. لابد أن يعني إذا الناس ظنت في شخص ما أنه قادر على على قيادة البلد في مرحلة معينة، هؤلاء الناس راهم مساكين يعني عامتهم يريدون الدين، وبالتالي حتى لو أخطأوا يوم ما أو صوتوا لفلان أو غضوا صوتوا لفلان، احنا اللي يعنينا أكثر هو حرص الناس على دينهم وأن يصوتوا بناء على رؤية يرونها أنها أصلح للبلد. لكن إذا أن يصيبوا يخطئوا هذا أمر يعني ربما احنا لا نملك إن شاء الله ربي يسهل بلادنا والناس تصوت للتقي اللي خاف الله عز وجل في أموال
إيماننا وفي رزقنا وفي ديننا وفي دنيانا. فهذا اللي الأساس. هو مش تقي بس التقوى بروحها قد لا تنفع. المهم أن تكون في كما قال الله عز وجل القوي الأمين، يعني يكون عنده قدرة وكفاءة، يكون عنده دين ومنة. جزاك الله خير أخي كريم. المهم احنا الأخ يعني ذكر بعض الأمور. الشاهد ما أشرت للأخ أنا في أن في تونس الآن زوز سجنوا بتهمة سب الدين والاعتداء على الإسلام ورسم رسوم مسيئة للنبي صلى الله عليه وسلم. قضية طبعا هذه الحركات يفعل فيها المتطرفين في طرف الانسلاخ. عندنا احنا الآن هذا يا إخواننا، هذه القسمة الثلاثية لابد أن يعيها الليبيون. راهو في ناس عندهم تطرف في خط وفي طريق وفي صف الانسلاخ عن الدين، وفي ناس عندها تطرف في خط الغلو في الدين. احنا ما نبومش الزوز، نبو خط وسط. يعني احنا الآن ما خلوش هذا المنسلخ عن الدين يستغل أخطاء اللي عندهم غلو وعندهم تمتع في دينهم ويحاولوا أن هم يمرروا معتقداتهم وأفكارهم. لا، قضية المبالغة في الحرية ما فيش شيء اسمه حرية مطلقة يا ناس. حتى في أمريكا وفي أي مكان ما فيش شيء اسمه حرية مطلقة. في أمريكا تقول الهولوكوست كذوبة، ولا تقول أن اليهود ضخمها يمزقولك الشهادة متاعك، تم حرية هذه. الحرية في غوانتنامو، الحرية في سجن بوغريب، الحرية في أفغانستان، طيارات بدون طيار يوميا شبه يوميا تقتل في الأبرياء، ولا ما يحصل في. أنا المدة الماضية قرأت لأحد الكتاب ينقل في أمريكا أن في امرأة أسلمت، وشوفوا معي الحرية، امرأة أسلمت فعندها ابن أوليائها اللي هو أبوها وأمها. البنت هذه هي أمريكية وأبوها وأمها أمريكان، هي كانت نصرانية وأبوها وأمها نصارى، فهي أسلمت دخلت الإسلام وأبوها وأمها قاعدين نصارى. فشن داروا؟ خافوا عليه ولد بنتهم اللي هو حفيدهم، قالوا هذا مدام أمه أسلمت حيخش حتى هو الإسلام. رفعوا قضية ضد بنتهم في أنهم يبوا حضانة الابن، قالوا لأنه لو بقي مع أمه سينتقل الإسلام. وربحوا القضية العائلة هذه ربحوا القضية وخذوا الولد من أمه باسم أن الأم انتقلت الإسلام، وبالتالي هذا دين فيه تطرف ولا مش عارف ولا إرهاب ولا كذا، والولد يبوه يقعد زي ما هو نصراني عند جده وجداه، وبالتالي حكمت المحكمة لهذه الأسرة. الشاهد ما يحصل في أروقة المحاكم في أمريكا، واللي رأوا يا أخواننا هذه كذوبة. يا أخواننا أمريكا باش قامت أبادت الهنود الحمر واستعبدت شعب، جابت أفريقيا باش بنوه وداروا، تو بيطلعوا يصلوا على طرفهم يا ناس. قصدي واضح هذه المجتمعات الغربية مجتمعات تقوم على السياسة الكاذبة والغزو الفكري، وبالتالي على الناس أن ينتبهوا. احنا الآن اللي يهمنا ديننا قبل كل شيء، حتى قبل غيرنا. قضية الدين أي شيء من ثوابت الدين. تو الآن لاحظ في قضايا في مواضيع كثيرة يتكلم معنا اتصال، نأسف انقطع الاتصال. في مواضيع كثيرة يتكلم فيها الناس. لاحظ الآن دكتورة نساء ولادة تتكلم على أي موضوع سياسي أو غيره أمورها طيبة. سكليستي، ميكانيكي، دكتور، أي إنسان يتكلم في السياسة مقبول. حتى تلاحظوا أنتم في ندوات يجيبوا في الناس من كل مكان على شتى تخصصاتهم. يا إخواننا أهل الدين غير يقول كلمة من هنا يطلعوا. لذلك الآن قضية فصل الدين عن السياسة قضية خطيرة جدا. أنا نعتقد أن كثير من الناس في ليبيا تبنوا هذا المبدأ، وهذا مبدأ خطير، هذا منافي للدين. الله سبحانه وتعالى يقول: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. إذا كان الأمر الأمن والخوف اللي هو الحرب والسلم، قضية الحرب والسلم هذه أوسع باب من أبواب السياسة. وبالتالي وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. أيضا قضية الله سبحانه وتعالى يقول: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. الدين دخل في كل شيء، جوانب الحياة كلها، في الاقتصاد،
لما يجي يقول لي مثلا والله الدين ما ليش علاقة في الاقتصاد، شنو علاقة الدين بالاقتصاد؟ لا، كيف الدين تكلم، حرم الربا، حرم الاحتكار، حرم الغرر، صور الغرر اللي هو البيع بالجهالة. ليش في محاكم اسمها محاكم شرعية؟ ليش العلماء كتبوا في كتب الفقه باب الأقضية والشهادات والحدود والديات وغيرها، واللي يقسم في مال الميت من اللي يقسم فيه غير الإسلام يقسم فيه، الطلاق، عامة المسائل. يعني احنا الآن منبوش المسلم، وهذا خطأ كبير يا إخواننا. لو الإنسان دخل إلى فكره قضية فصل الدين عن السياسة أو فصل الدين عن مجالات الحياة، راه انتقل إلى مذهب فكري منحرف، راه هذا مذهب غير صحيح. يعني الآن خلينا نشوف واقع الكتاب والسنة، القرآن، الوحي. ما احنا يا إخواننا نبو يا إسلام صحيح يا زندقة زي ما يقولوا بعض الناس. الآن الإمام أبو عثمان الصابوني كان يقول كلمة عظيمة، أنا أعتقد أنها معيار وميزان قوي جدا في هذا الباب. كان يقول، يعني يحط في خطوط عريضة، يحط في قواعد، يقول الكتاب، الإمام أبو عثمان الصابوني، الكتاب والسنة والإجماع أو الزنار والجزية. يقول الناس كانوا بيتبنوا الدين، راهو اللي يفصل في قضايا الدين أن هذا من الدين أو لا هو الكتاب اللي هو القرآن، والسنة الأحاديث النبوية، والإجماع اللي أجمعت عليه الأمة. هذا الثلاثة لا يجوز لأحد أن يخالفهم. أو راهو الزنار والجزية يقصد بها النصرانية والخروج عن الدين. فبالتالي أن يجي إنسان يبدأ يعني يبطن كفره بالله ولا إلحاده أو خروجه ومروقه عن الإسلام، ويقعد والله يستغل في النظام العام وثقافة الشعب العامة، والله ينير ما فيش حد يندى عليا، ونقعد أنا نطعن في الإسلام ونشوش على الدين. هذا ما يجيش. عندنا اتصال. نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك يا شيخ، بارك الله فيك. الله يسلمك أخي الكريم، بارك الله فيك. الله يعينك، شنو اموركم؟ باشا بخير فضل من الله. شنو تقول لنا أخونا؟ والله الدين أهم حاجة، احنا كان بلا دين لا حياتنا، احنا الواحد أهم حاجة الدين الإسلامي طبعا. الله أكبر. تطبيق الشرع الحمد لله. إيه. لكن لا بأسك الفرق بين الأشعرية والصوفية وقصدي والإخوانية، كانت في عندك معلومات حتى حلقة ثانية. في حلقة ثانية ممكن احنا نبوا الأسئلة اللي تتصل هم كلهم مسلمين، هم كلهم مسلمين إن شاء الله. لكن احنا نتكلموا لأن لا شك الخطأ والصواب والهدى والضلال والبدعة والسنة هذه لابد من بيانها. ما هيش إنسان ما يعني ما الأخطاء يعني عندهم أخطاء يعني. أكيد الطوائف المنتسبة للإسلام يعني كما يعني يروى في الحديث، حديث أبي هريرة، أنها يعني كلها على باطل إلا واحدة، أو كلها نعم. في النار إلا واحدة. فبالتالي الواحدة هذه اللي هم على الكتاب والسنة وعلى ما أجمع اللي قلناه الآن، احنا اللي يتمسك بالكتاب والسنة والإجماع مهما كان اسمه راهو، اللي يتمسك بالكتاب والسنة والإجماع أي كان، هذا هو المسلم الصحيح، وهذا اللي. الله يبارك فيك. بارك الله فيك يا شيخ. وفيك بارك الله. الله يسلمك. الله يسلمك. فالشاهد الآن لما نتكلم على احنا كنا نتكلم على قضية الانحلال من الدين والانسلاخ من الدين، فعندنا مثلا مبدأ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وانظروا معي إخواني هذه الآيات وقولوا لي هذا قرآننا. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. الله يمدح في هؤلاء الناس اللي يقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة ويؤمروا بالمعروف وينهوا عن المنكر. الآن تتعالى أصوات بمجرد ما تقول الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر طلعوك متطرف. إذا كان فيه ناس مارست الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بشكل خاطئ لا يعني ذلك فساد المبدأ اللي جاء به القرآن. يعني لماذا لا تكون أنت تنادي؟ أنت الآن ما تبيش الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالطريقة الخاطئة، أن الناس تتعدى على حقوق الناس أو تتعامل مع الأخطاء بطريقة ما فيهاش حكمة وما فيهاش مراعاة للمصلحة والمفسدة. إذا كان في ناس أخطأت فأنت نادي بهذا العمل على وجه صحيح، لكن أنت ما تبيش من أصله. يعني أنت في الأصل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تعتقد أنه يتنافى مع حرية الناس. هذا تقييد، هذا تدخل في حقوق الناس. يعني الآن كان رب العالمين أخطأ لما يقول ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. أنت ترى مش أولئك هم المفلحون،
أولئك هم المتسلطون عندك، ديكتاتوريون حسب وجهة نظرك أنت يا من انسلخت عن الدين. وقوله تعالى يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر، يتكلم عن الرسول صلى الله عليه وسلم يمدحه وقال الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله. يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. كيف يقال مع هذا أن الإسلام يعني ما يتعارضش مع الحرية التامة؟ أبدا، الحرية التامة بدون أي قيد الإسلام ضدها تماما. قيود الدين، قيود الشرعية، حدود الشرع لابد من مراعاتها. إذا إحنا نبغى إسلام، أما نقعد إحنا يعني بديروا إسلام أمريكي، إسلام غربي يعني يتماشى مع أهواء الغرب. ليش الآن الغرب الديمقراطية متاعها اللي هو جايبها بالدبابات خشوا للعراق باسم الديمقراطية، خشوا لأفغانستان باسم الديمقراطية، يقاتلوا جهاد في سبيل الديمقراطية. أنت تجي تقول لهم حق وباطل وسنة وبدعة ودين وحلال وحرام، يعني تفوك يا أخواننا. لوط عندنا اتصال. نعم. الو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل أخي كريم، حاول تسمعنا مرحبا دكتور. من الهاتف، حاول تسمعنا من الهاتف لا من المذياع، لأن صوت المذياع يشوش علينا. لحظة إن شاء الله. إن شاء الله. تفضل أخي كريم تفضل. أول شيء كل سنة طيب يا دكتور. كل عام وأنت بخير، الله يبارك فيك هنا. والصحة والسلامة إن شاء الله. آمين آمين إن شاء الله. لا. نعم. نعم أخي. أيوة دكتور، فيما يخص حضرتك أولا يسلم فمك يعني صراحة على كل كلمة. الله يبارك فيك. وجزاك الله خير يعني، وإن شاء الله في ميزان حسناتك آمين. يعطيك هيئة النية. آمين يا رب آمين آمين. هذا أولا. نبو ثانيا يعني زي واحد يقول لك والله مقتنعة مش مقتنعة كذا، هي يعني مسائل يعني هذه أوامر من الله سبحانه وتعالى زي ما قلت حضرتك. إذا أنك أنت مسلم عليك أنك تمتثل لها. مسألة القناعة ما لهاش محل في تقديري يعني، لأن في أشياء الإنسان ما لهاش مصلحته وين، وبالتالي الله سبحانه وتعالى هو أدرى بصالحنا وأدرى باللي يصلح لنا في الدنيا وفي الآخرة. ولذلك ما عليك إلا أنت أنك يعني تفعل ولا تفعل. صحيح. يعني فسرها الشيخ الشعراوي الله يرحمه. لأن الأمر جاء من أعلى، جاء من جهة أعلى. افعل ولا تفعل، هذه جت من جهة أعلى اللي هي رب العالمين. نعم. فهي غير مستنكرة. لما يجي الأمر افعل ولا تفعل من جهة تساويك، عندها استنكر. نعم. صحيح. صحيح. تفضل. والله أسأل الله العفو والعافية. مشكلتنا تو الشباب هذا يعني طول الفترة اللي فاتت يعني ضرن الجهل بالدين وبالحياة وبأنفسنا يعني سبحان الله يعني حتى رب العالمين يقول في القرآن زين له سوء عملي فرآه حسنا. الله أكبر. وإلا إيش رأيك دكتور؟ كلام سليم جدا، كلام سليم جدا فعلا. نعم فعلا. نعم. تزيين من الشيطان. ولذلك أنت يعني أولا فعلا يعني جزاك الله خيرا أنك تكلمت على الأشياء هنا يعني هي جدا خطيرة يعني، خصوصا في الحوسة اللي صايرة في البلاد وفي الدربكة، وفرصة لكل حد يعني بيدير أي برنامج من أي نوع بإمكانه أنه هو يعني إن شاء الله ربي ما يمكناش يعني. آمين. الناس لازم تكون واعية ولازم نعم. الصوت انقطع. ألو، انقطاع الكلام. كنت أنا أريد أن أذكر جزا الله الخير خيرا أخانا هذا اللي اتصل الآن وبين من لهجته من مصراتة يبدو. جزا الله خير وبارك الله فيه، وأيضا الأخ اللي سبقه بالاتصال نسأل الله أن يبارك فيهم. كنت بنتكلم على قضية أن لوط أرسله الله لمحاربة شهوة اللواط. أي حرية هذه اللي ينادوا بها الناس؟ يعني حرية الشهوة اللي كانوا ينادوا بها قوم لوط، ربي أرسل لوط ليحارب هذه المساحة الزايدة من الحرية اللي في غير محلها. يعني اتيان الذكور من العالمين
أن يأتي الذكر قضية اللواط هذه كانت مطلب لقوم لوط، وعلى أساس أن هذا من حريتهم جاء لوط أرسله الله ليحارب هذه الرذيلة ويحارب هذه الشهوة، وبالتالي هذا قيد، هذا ضد الحرية التامة المطلقة. حرية الاقتصاد كانت مطلب قوم شعيب، قالوا يا شعيب أصلواتك تأمرك أن نترك ما يعبد أباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء؟ كيف تبيناش ما نفعل في أموالنا ما نشاء، تخلينا أحرار. شعيب قال لا، محاولة الإيفاء بالوزن وعدم غش الناس والتقيد بعدم ظلمهم والتعدي عليهم والحلال والحرام هذا ضروري منه. وبالتالي يعني قضية النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال عن الأبناء؟ قال واضربوهم عليها ل10، يعني علموهم الصلاة ل7 واضربوهم عليها ل10. المفروض تخلوا الطفل حر، بيصلي ما بيش يصلي. ما النبي أخطأ هنا، الرجال قوامون على النساء. كيف تقول لي أنت الرجل والمرأة زي بعضهم 50-50، يعني سواء في الحقوق كلها، سواء بسواء، ما فيش فرق بكل؟ لا، هذا في دين الله مش موجود. ربي يقول الرجال قوامون على النساء. احنا خلونا يا اخواننا بالعقل، يا بيكونوا هم سواء، فمفروض الرجل ما يكونش عنده قوام على المرأة. يعني ينبغي خلي يكونوا يحولوا الجبن، هؤلاء الناس اللي يحاربوا في الدين خلي ينحوا الجبن شوية، يصرحوا يقولوا راه غلط، اللي في القرآن غلط. كيف تقولوا الرجال قوامون على النساء؟ هي غلط، خلي يقولوها بالصريح ويريحونا، ما يقعدوش يستخدموا في النفاق ويتلونوا على الناس. أي إنسان ينادي بمساواة الرجل بالمرأة مساواة تامة في كل شيء هذا مصادم للدين، هذا مكذب للقرآن. الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم، وبالتالي وللرجال عليهن درجة. هذا قرآن يا إخواننا، وهذا فيه بالعكس لو تبي تنظر له أنت بنظرة فيها إيجابية، تقول والله الإسلام راعى الأقوى والأقدر، فأعطاه يعني فرصة العناية بالمرأة، فرصة مراعاة المرأة ليعتني بها وليرفق بها وليقوم بحقها ليخدمها. يا أخواننا المرأة درة، النساء بالنسبة للرجال ورود. يعني الرجل لا ينظر للمرأة على أنها عدو له، يعني هؤلاء الذين يحاولون إشعال فتيل العداوة بين الرجل والمرأة يعطونا حقوقنا زي ما أنتم تأخذوا سواء بسواء، بمعنى إن خلونا سواء ما فيش حد يزيد على الثاني. يا راهو هذه الأمور ما هيش حتى في صالح المرأة. مساواة الرجل والمرأة راهو ما هوش بصالح المرأة، لأن المساواة التامة شن تعني إن المرأة مفروض تمشي تدور رزقها زي ما الرجل يخدم، ويتناصفوا كل شيء. الساعة 2 في الليل ما فيش خبزة، الولد ما عندهاش حليب، تطلع أمها تدور في الليل تدور زي ما أبوه يطلع يدور، وإلا غر تجي في الطابور يقولك لا والله امرأة رعاها مسكينة، لا عليها بتروح، لا هذه امرأة كذا، وقفت بها سيارة قاعد على الجنب احنا نصلحوك سيارتك، لا في الليل لا اطلع انت راجل انت تتحمل. لا، وكيف تقول لي سواء بسواء؟ كيف تقول لي سواسية؟ ولا غير تبوا المساواة في أن الرجل يتنازل عليه حقوقه وأما حقه هو على المرأة يعني ضايع. فقضية تبني الدين يا أخوانا مبوش نطولوا احنا، تبني الدين لابد أن يكون تبني يعني قائم على عدل وقائم على عقل وقائم على، فالإنسان باش يبدأ يخلط والله الرجل والمرأة سواء، بتقول لو الرجال قوامون على النساء، هو ما يقدرش يقول لك هذه الآية غلط وأنا ضد القرآن، فيبدأ يدور لها في يعبر بعبارات يحاول يتهرب من قضية التدين. أنا أشرت إليها صراحة يا إخواننا، لا أريد أن أطيل أكثر. إحنا نعرف يا إخواننا إن في شريحة من الناس راهم ما يبوش لا حقوق مرأة لا شيء، ما يبوش حقوق المرأة، يبوا هم شنو يبوا المرأة تكون سواقة، تكون جندية، تكون مرور، تغني، طبل، عارضة أزياء. والله يا إخواننا شوفوا بالله عليكم الآن أسألوا هؤلاء أصحاب هذه المذاهب الوافدة على ليبيا الآن، المذاهب المستحدثة المصادمة للدين اللي تحارب في الدين بطريقة خبيثة، اللي تسلك مسلك النفاق في محاربة الدين، أسألوهم من الذي احترم المرأة في أمريكا
أو في الغرب يعني نسوين العريانات اللي في الفترينات، هذا هو احترام المرأة، هذه قيمة المرأة. المرأة اللي أصبحت سلعة، هذا هو مكانها. والله يا أخواننا في مطاعم في الغرب المرأة توضع عارية على الطاولة ويوضع الطعام من حولها، يجوا التريس يأكلوا ويتفرجوا. هذه قيمة المرأة. هذا ما يعني ما وصلت إليه الثقافة الغربية، أو يعني الحرية الزايدة اللي أعطاها المرأة أو الحق اللي بيعطوه المرأة، هذا هو يعني تمثل في هذه الصورة. فيا إخواننا لنكون واقعيين. الإسلام يريد للمرأة أن تكون متعلمة، تكون مربية، تكون منتجة للأجيال، حافظة الغيب بما حفظ الله، أما محترمة مكرمة محجبة مستورة. يذكر أحد الناس من العقلاء أنه كانت معه زوجته متحجبة، فهو فرنسي، فسأله، هو فرنسي مسلم، سأله شخص آخر، فسأله قال له ليش أنت زوجتك متحجبة، وناقشه في قضية المرأة والحجاب وكذا. فهو طلع له طرفين شوكولاتة، قال له هذا الطرف من الشوكولاتة مغلف يعني بغلافه محطوط، وهذا عريان، وين اللي انت تشتهيه وتمد يدك ليه؟ قال له والله هذاك المغلف اكيد. قال له نفس الشيء، قال احنا المرأة لما تنكشف خلاص هذه يعني الناس تفرجوا عليها، ما عادش عندها قيمة عندنا. لكن لما تكون مستورة واحنا فقط، هي لنا يعني المرأة لزوجها فقط، ليس لأحد أن يتفرج عليها ويتفرج على مفاتنها. فبالتالي قضية يعني النظر للمرأة بالمعيار الشرعي، نحن نعلم أن المرأة نصف هذه الأمة، وحتى النصف الثاني منها، هي النصف الأول والثاني منها، يعني أنت نصف الأمة أيتها المرأة، والنصف الباقي منك. إذن أنت الأمة بأسرها. هذه قيمة المرأة عندنا. لكن لما نقولك أن هذه قيمة المرأة عندنا، يعني نحترمها، نخدمها، نوفر لها ما تحتاجه، تبي تمشي لمكان نرفعها بالسيارة، إن يعني حتى ولو كان أدى الأمر إن هي تقود سيارة. إحنا الآن بالنسبة لقيادة السيارة لا يتنافى مع الإسلام في شيء أن المرأة تقود سيارة. إذا احتاجت المرأة واستخدمت السيارة في حاجتها فقط، يعني مش إن هي مجرد كل ما يخطرها في بالها تطلع زيها زي الراجل، لا، هذا مش موجود في الإسلام. رب يقول وقرن في بيوتكن، هذا كلام رب العالمين، ينخدوه يلوحوه، ما نجوش ندير روحنا احنا نلوحوا فيه ودير روحنا واخدينه، هذا نفاق. بالتالي الأصل في المرأة أن تبقى في بيتها، تكون مستورة في بيتها، تخرج للحاجة إذا أرادت أن تشتري شيء. ومن الحاجة أن تخرج المرأة في نزهة مع أهلها. يعني المرأة مش معناها مقبورة في بيتها، لا، تسافر وتخرج لنزهة وتمشي، تذهب إلى السوق، يعني تمشي إلى السوق تشتري حاجياتها، هذا كله من حق المرأة. يعني بالله عليكم المرأة اللي بيه الآن شنو ناقصها الآن؟ بعض الناس اللي يبحث عن مزيد حرية للمرأة، شنو ناقصها؟ يعني يبغاها تفسد. فبالتالي الله كما يقول تعالى في كتابه، والله يا أخواننا والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما، يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا. هذه في سورة النساء. إذا الله يريد أن يتوب عليكم، أما الذين يتبعون الشهوات يريدون أن تميلوا ميلا عظيما، تنحرفوا. فلا بد أن نعي الدرس جيدا، وأن ننتبه لما يكاد لبلادنا، لليبيا يعني ولبلاد الإسلام بشكل عام. كنا احنا تكلمنا عن قضية الانقياد يا أخواننا، اللي هو التسليم والاستسلام لله. يعني إذا كنا نحن، وهذا من الأذكار الواردة في السنة، أمنت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا، إذا كنا احنا فعلا أمنا بالله ربا وفعلا أمنا بالإسلام دينا وبمحمد نبيا، ما عادش نناقشوا قضية الربا، نقول والله الربا لا زعمك نطبقوا يعني الشريعة ونقولوا الربا ممنوع، ولا نخلوا الفوائد، أو حرية الاعتقاد، والله اللي بيعتقد يعتقد، أنت مسلم لك أن ترتد على الإسلام، والله أنت تبي تطعن في أي معتقد، في معتقد الإسلام أطعن، هذه حرية. تبي تشكك تبي تقول أن الدين ما ليش ده علاقة في حياة الناس، قول. يعني هذه يا أخواننا تتنافى مع إيماننا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا.
وبالتالي يعني هذا ما يروج له الآن. مشكلة احنا الآن في حرب إعلامية يا أخواننا، هناك إعلام ووسائل إعلامية مستغلة الآن في ليبيا لمحاربة الدين. لابد أن نفهم حتى الدعايات، حتى المقاطع اللي يحاولوا أنا استمعت إلى تقرير صدر في إحدى القنوات، لا أريد أن أسميه. عندنا اتصال قبل أن نكمل. تفضل أخي كريم. ألو. نعم شيخ. نعم السلام عليكم. شنو أموركم باهي؟ الله يسلمك. ألو. نسمع فيك أخي كريم، تفضل. يا شيخ نفس السؤال معلش. تفضل أخي كريم. يا شيخ نبي نعرف هل في الجنة يوم القيامة يعني الناس يعني زي قبل يصيموا ويصلوا، ولا في الجنة خلاص يعني، ولا ما عاد شيء يعني يرتاحوا، ولا خلاص يعني الجنة أخي كريم الجنة دار جزاء، ليست إيه؟ دار عمل. ففي الجنة ما عادش فيه خدمة، ما عادش فيه إلا بعض الأذكار مثلا التسبيح، الأشياء يعني ما فيش، لا عادش يصلوا زي قبل يعني. الجنة يسقط التكليف، ما عادش فيه واجبات إلا ما يتصل بنعيم الجنة. يعني فيه نوع من النعيم في الجنة يعني هو متصل بالعبادة زي الذكر التسبيح. أيوة يعني هذا موجود، يسبحون يعني ورد بعض الآيات في أن أهل الجنة يسبحون. يلتقي المسلم الذي في الجنة يلتقي بربه، يرى ربه يعني. وبالتالي عندما يرى ربه يجله يعظمه، يدعون إلى السجود في الآخرة. ألو. نعم نسمع فيك أخي كريم. هل الكفيف البصر زي من أمثالي، هل يعني الله سبحانه وتعالى من أول واحد الكفيف من يرى الله هو مضبوط هذا؟ لا، هذا لا يوجد في صحيح السنة هذا الأمر، لكن احنا نعتقد أن الكفيف كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا ابتليت عبدي بحبيبتيه فصبر عوضته بهما الجنة. راه الكفيف فاته يعني هذا نوع من الضر، يعيشه الإنسان. راه أنت أن نعتقده أن المبصرين أصحاب العيون الآن تبصر يوم القيامة سيتمنوا أن لو كانوا يعني بغير بصر في الدنيا، لعظيم الأجر اللي ناله هذا الذي فقد بصره أو الذي خلقه الله وهو لا يبصر. راه أجر عظيم، لكن إذا صبر الإنسان واحتسب إن شاء الله والله أجر عظيم جدا عند الله سبحانه وتعالى، لأن الضيق والإنسان ما يبصرش، إذن كل شيء عنده معرقل، يعني حياته معرقلة. إذن هذا لعظيم الأجر عنده الذي عده الله سبحانه وتعالى يوم القيامة. أنا والله لا أشك في أن المبصرين اللي يبصروا أنهم يوم القيامة يتمنوا أن لو كانوا عمي في الدنيا. يا رب العالمين. يا شيخ نعم باهي، وحكيت أن سمعت أن في أحد المشايخ في شيخ أنا أتكلم، سامحني لما قلت أن يتمنوا نقصد يعني طلبا للأجر، لما يشوفوا أجر نعم. سمعت أن في أحد الشيخ في إحدى الإذاعات في إذاعة صوت طرابلس قال لك أن أهل الجنة يتنقلون فيما بينهم، يعني يملكون الخيل والإبل في الجنة. هذا مضبوط؟ شوف الجنة فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر بقلب بشر. فبالتالي الإنسان كل شيء يتمناه في الجنة يجده. أنت خطر في بالك أي شيء تجده، خيل يعني إبل، كل ما تشتهيه موجود في الجنة. للتنقل يعني التظاهر فيما بينهم، يقولك يعني ربما فيها حتى مراكب. احنا الآن نقول إذا كان النبي قال فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، يعني فيها كل ما هو ممتع للإنسان، كل ما يخدمه. فليخدمك المركوب بشتى صوره سيكون في الجنة بإذن الله. يا رب العالمين. شكرا، بارك الله فيك. موضع يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيك بارك الله أخي الكريم، يقول النبي صلى الله عليه وسلم عن الجنة: لموضع صوت أحدكم خير له، يعني في الجنة خير له من الدنيا وما فيها. بالله موضع صوت، يعني قداش الصوت، قداش يعني سمكة 2 سنتي 3 سنتي، قداش طوله. لموضع صوت أحدكم في الجنة خير من الدنيا وما فيها. يعني هذا يعني تكفينا هذه الأخبار العامة فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت. نرجع لموضوعنا. الله تعالى يقول: استجيبوا لربكم من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله، ما لكم من ملجأ يومئذ وما لكم من نكير، فإن أعرضوا فما أرسلناك عليهم حفيظا إن عليك إلا البلاغ. يا أخواننا، الله يدعوكم يأمركم: استجيبوا لربكم،
راهو قبل ما يجي يوم معاش تنفع الاستجابة، يوم لا تنفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل، لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. ربي يقول في كتابه: وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة، فيما يختاره الله ما عندكش خيار أنت، سبحان الله وتعالى عما يشركون. النصوص الواردة في هذا الباب يعني كثيرة. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. يقول تعالى أيضا: إنما كان قول المؤمنين. وتأملوا معي هذه الآية، هذه آية في كتاب الله، هذا كلام الله يا أخواننا. خلونا مع الحق، خلوكم حقانيين. راه ما ينفعش راه الطرق اللي فيها التفاف وفيها احتيال والباطل. والله يا أخواننا الإنسان لو كان يعني شهم وصاحب مروءة يستحي أن يسير في طريق الباطل، أن يسير مع أناس يعني الكذب والتلاعب والغش والتدليس والتزوير والخيانة. أنا لا أعتقد أن من كان على غير الدين إلا وهو في هذه الصفات. يستحيل الإنسان على غير الدين يستقيم إلا ما شاء الله من الناس، قليل ما هم، لكن عادة هذه الأخلاق وهذه الفضائل تكون لأهل الدين. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. أيضا الآية اللي كنت أريد أن أذكرها الآن: إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم مفلحون. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم مفلحون. كما يقال: إذا أتى نهر الله بطل نهر معقل. هذا مثل تقوله العرب: وفي طلعة الشمس ما يغنيك عن زحل. تسليم لو انقياد نحن لما جاء في الإسلام، هذه ينبغي أن تكون عقيدة ثابتة وإيمان راسخ، لا ينبغي أن نتردد. وتعالوا معي إلى هذا الحديث الصحيح الوارد في مسند أحمد من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما. قال عبد الله بن عمرو بن العاص: قال: كنت أكتب كل شيء أسمعه من رسول الله من رسول الله صلى الله عليه وسلم، كل شيء أريد حفظه أكتبه، فكل ما يقوله النبي أكتبه، يعني ليقدر على كتابته منه. قال عبد الله: فنهتني قريش. قالوا له: ناس من قريش، لأن عبد الله بن عمرو أموي يعني قرشي، فمن أبناء عمته أو من منطقته من نهاه. قال له: إن رسول الله بشر يتكلم في الغضب والرضا، وكل الذي يقوله تكتبه، يعني ينكر عليه. قال: فأمسكت عن الكتابة. عبد الله بن عمرو العاص قال: أنا وقفت ما عادش بديت نكتب. ثم ذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: اكتب. جاء للرسول قال: راه هنا كنت نكتب في كل شيء يصدر منك. مش قالوا لي راه الرسول هذا بشر يغضب وكذا ويرضى ويتكلم في الغضب والرضا، كيف تكتب عليه؟ كيف تكتب منه في كل شيء؟ قد يكون في بعض ما يقوله غير صحيح. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: اكتب، فوالذي نفسي بيده ما خرج مني إلا الحق. إن لا يخرج من هذا الفم المبارك إلا الحق، لأنه إن هو إلا وحي. هذه رب العالمين قالها. رب العالمين قال عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في سورة النجم. في سورة النجم: يلي تؤمن بالقرآن، خلينا منك أنت يلي ممكن تكون عندك ريب وشك في دينك، خليك بعيد. أما الذي يؤمن بالقرآن فالنبي صلى الله عليه وسلم ذكر في سورة النجم فقال عن النبي وما يصدر عنه: إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى. فبالتالي تذكرت الآن أنا قوله تعالى في سورة النساء: وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. هذه علامة يا أخواننا للنفاق، للمنافق. المنافق تجي في قضية ناقشة تقول له تعالوا نشوفوا شن قال الله وشن قال الرسول، يصد وينفر ويمتنع. وإذا قيل يقول كلام مش مقتنع أنا ضد كذا. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. فبالتالي هذه علامة النفاق، هو الإعراض عن الأخذ من الكتاب والسنة، محاولة تهميشها. من آخر إن كنت اللي
سمعت هنا من واحد ينتسب للسياسة اليوم، هل بل يتكلموا في السياسة وينتسبوا السياسة. واحد من السياسيين اليوم سألوه عن الشريعة الإسلامية فقال لهم وما يعلم تأويله إلا الله. قال لهم أنا ما نقدرش نقول إنني بنعمل بالشريعة الإسلامية لأن الشريعة الإسلامية ما يعلمهاش إلا الله. بالله من إخوان هذه أشبه بخزعبلات القذافي قبل لما كان يفسر في القرآن. كان عندي جار لي كان القذافي كان يجيب فيه في الراديو يفسر في القرآن، وكانت تذكروا إذا الشمس كورت، ويفسر فيها بطريقة بسيطة جدا تدل على جهل. فالمهم كان جاري ينكت في الإمام ابن كثير صاحب التفسير اسمه ابن كثير، فقال لي هذا يتكلم عن تفسير قذافي، قال التفسير ابن قليل. المهم يعني هذا نوع من محاولة تفسير الآيات بخلاف تفسيرها الحقيقي. هذا تطاول على الشريعة. هذا سياسي الراحة سياسي يتكلم عن الشريعة قال وما يعلم تأويله إلا الله. هذه قالها في قناة ليبية ومعروفة وممكن بعض الناس قد سمعه ويعرفه. ممكن وما يعلم تأويله إلا الله، معقولة الشريعة الإسلامية هي اللي ما يعلم تأويلها إلا الله؟ وما يعلم تأويلها إلا الله يا إخواننا هذه في ما يسمى بالمتشابه من النصوص. الله تعالى يقول في كتابه هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله. من هو اللي ما يعلم تأويله إلا الله؟ هذا كان متشابه، وسياق الآيات واضح اللي ذكرتها لكم الآن، والآية في سورة العمران وارجعوا للتفسير لا تجدوا واحد من العلماء أي مفسر إلا إذا كان على طريقة بالقليل كما ذكر أخونا، فأن يقول يعني وما يعلم تأويله إلا الله يعني إن هو الشريعة ما عادش حد يعرف تأويلها إلا الله. هذا كلام خطير، هذا محاولة لإلغاء الشريعة بطريقة غير مباشرة، هذا كذب على الله. وما يعلم تأويل الله جاء في تفسيرها أن النصوص التي إن الساعة آتية لا ريب فيها تذكر الساعة لا يعلم متى الساعة إلا الله. النصوص اللي لها علاقة بالجانب الغيبي راه ما يتصل بالغيبيات منها لا يعلمه إلا الله، هذا المراد منها. أما باقي الآيات وهو الكثير رب شن قال فيهن آيات محكمات هن أم الكتاب أم الشيء أكثره أم الشيء أصله، فبالتالي أصل القرآن وأكثر القرآن هو المحكم. شنو هو المحكم؟ الصريح الواضح الذي يعلم تأويله رب العالمين ثم العلماء من بعده. وكما يقول ابن عباس تفسير القرآن يعني منه تفسير تعرفه العرب من كلامها، ومنه تفسير لا يجهله أحد. لما تجي لي أحد تقول له الآية الله خالق كل شيء، هذه تنتبه من تفسير واضحة. وتفسير لا يعرفه إلا العلماء، هذا اللي يحتاج لمعرفة أسباب النزول وسياق الآية وإعرابها وغير ذلك. ومنه تفسير لا يعلمه إلا الله، هذا هو المقصود به الذي يتصل بالغيب. فبالتالي يعني شوفوا يعني كيف بعض الناس من معاني في محاربة الدين، هذا يحاربوا في الدين يا أخوان، نرى يحاربوا فيه بطريقة خبيثة. ما يجيش يسبك الشريعة يقول كده الشريعة ما تنفعش ما يبيهاش، لا يقول لك الشريعة ما يعلم تأويلها إلا الله. زي واحد آخر قال لهم إرادة الشعب من إرادة الله. لما قالوا له أنت سألوه سؤال قالوا أنت لو غدوة خشيت المؤتمر الوطني وهو ينتمي لأحد الأحزاب قالوا له وعرضوا عليك مادة تخالف الشريعة، قالوا لك احنا والله مثلا نفترضوا يفتحوا خمارات ولا ما ذكرناش أمثلة، لكن هم قالوا له مادة تخالف الشريعة شو موقفك منها؟ قال والله الشعب يختار. يعني شوفوا كيف التهرب والتملص، يعني كيف الشعب يختار ما يخالف الشريعة عادي عندكم. بعدين قال لهم إرادة الشعب من إرادة الله. هذه قذافيات يا أخوان، هذه قذافيات بدت تطلع بطريقة أخرى وجديدة. الله سبحانه وتعالى حذر نبيه موسى قال له هذا شوف التحذير للنبي، فكيف بنحن دون الأنبياء فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى، تسقط. لا يصدك عن شريعة الله وعن دين الله وعن الوحي من لا يؤمن بها ويتبع هواه، إن فعلت ذلك تردى تسقط. حذيفة بن اليمان كان يقول يا معشر القراء استقيموا فقد سبقتم سبقا بعيدا، فإن أخذتم يمينا وشمالا لقد ضللتم ضلالا بعيدا. باش تعرفوا أن الحكاية مش زي ما تبي،
والله أنت خود شنتبي ولوح شنتبي، هذه دين، هذه شريعة. إن أخذتم يمينا وشمالا لقد ضللتم ضلالا بعيدا، استقيموا. والحق مثل الشمس يجمل ضوءه للمبصرين ولا يروق لأرمدي. بعض الناس اللي ما عندهمش، بعض الناس في اللي ياكل العسل مش عارف شنو يصير له، الخلل مش في العسل، الخلل فيه هو. الحق مثل الشمس يجمل ضوءه للمبصرين ولا يروق لأرمدي. اللي عنده رمد في عيونه ما يتحملش الشمس، لكن الشمس مضيئة والمبصر يعني يستحسن ضوءها. هكذا الشريعة، هكذا الإسلام. هذا من اللي ما يبوش الشريعة هذا فيهم خلل. أي إنسان لابد أن نكون عقلاء، ما يمشيش علينا الروتين واضح. اللي يبي الشريعة واضح يقولوا البدو قبالة، واللي ما يبيش واضح. يعني الإنسان اللي يبي الشريعة ما يعترضش. أما اللي ديما يدير في اعتراضات، والله اختلفوا العلماء وربما احنا، يا أخي الكريم نادي بالمتفق عليه. أنت تعالى غير قول لنا جيبوا لي المتفق عليه المجمع عليه. الخمر فيها شك، الربا فيه شك، تعدد الزوجات فيها شك، تحريم التبرج فيه شك. تعالى نادي بالأشياء هي الواضحة. ليش الكذب؟ ليش قلت لكم يا إخوان احنا نتعرض يعني لمسلك خبيث في محاربة الدين؟ علينا أن ننتبه له صراحة. يعني علينا ألا ندع الأمور. يعني الله سبحانه وتعالى يتكلم عن أصحاب الهوى: أرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا. هذا المذهب فيه مذهب الآن قائم يدعو إلى الحرية المطلقة. هذا يدعو إلى أن يتخذ الإنسان هواه إلهه، إن يجعل إلهه هو، ما عادش يرجع للشريعة. لا، حرية، دير شن تبي. ربي يقول: أرأيت من اتخذ إلهه هواه. هذه شريعة رب العالمين، هذا الوحي، هذا النور، ما عداه ظلمرة. أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إنهم إلا كالأنعام بل هم أضلوا سبيلا. كان ابن عباس بكيك احنا تكلمنا في بداية الحلقة على تلك الأخت اللي قالت أنا يروا بعض زميلاتي يقولوا لي أنا مش مقتنعة، أنا ضد الحجاب، أنا مش كذا. كان ابن عباس يقول لمن يعارض النصوص، شوفوا ابن عباس مرات أحيانا يتناقش في مسألة ما يجيب لهم أثر عن حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، فبعض الناس يقول له لكن أنا لقيت أبو بكر يقول لك وعمر يقول لك. فكان يقول ابن عباس كلمة عظيمة: يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء أقول لكم قال الله قال رسول الله وتقولون قال أبو بكر وعمر. شوفوا اللي بعض الناس قد يحسن الظن برأي أبي بكر وعمر، يقول والله رأي أبو بكر وعمر كذا، يقول له حديث النبي يقول كذا، فهو يظن أن أبو بكر وعمر ربما يكونوا أدرى بالنبي فيكون كلامهم ليه مستند مثلا. مع ذلك ابن عباس أنكر عليهم. كيف نقول إحنا للي الآن يحاول إنه هو يعارض الشريعة بآراء الناس؟ الكلام يعني يطول صراحة والحديث ذو شجون، وأنا ما انتبهتش حتى أشار لي الإخوة الآن في الكنترول إلى الوقت. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظنا وأن يحفظ بلادنا من كل سوء ومكروه، وأن يجنبنا شر المنافقين، شر المنسلخين عن الدين، وأيضا أن يجنبنا الغلو والتنطع الذين يغالون في دينهم ويتنطعون. ويعني هذه احنا بين شقي رحى، بين المطرقة والسندان، بين مطرقة الغلاة الذين يتنطعون في دينهم وحتى الآراء اللي هم يتبناها يبقى يصورها دين، وبين سندان المنسلخين من الدين المنافقين. نسأل الله أن يحفظنا وأن يحمينا ويحمي بلادنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وإلى لقاء آخر إن شاء الله في حلقة قادمة.